متجوزة في بيت عيلة أو هتتجوزي في بيت عيلة أو بنتك هتتجوز في بيت عيلة، يبقى الكلمتين دول عشانِك. كمّلي الفيديو معايا للآخر واعملوا متابعة للقناة ودوسوا لايك، ربنا يكبر بخاطرك يا اللي هتعمل متابعة للقناة. عايزة تعيشي في بيت العيلة مرتاحة ومبسوطة وكل الكلام الحلو ده، أول حاجة تمسحي السلم 5 مرات في اليوم وما تسأليش ليه بدون إبداء أسباب. تاني حاجة اوعي تشغّلي الماتور، لإن الماتور المَيّة ده إحنا مركبينه بس إحنا بنشغّلوش، لإنِّك لو شغّلتيه هتبقى أيامِك سودا وهيعمل لِك عادة رجالة. تالت حاجة تقاطعي أهلِك، ما تجيش يمّة أهلِك خالص، لا هُم ييجوا يزوروكِ ولا أنتِ تروحي تزوريهم، لإنّهم هُم هيسلّطوكِ على أهل جوزِك وهيقوّموا الدنيا على بعضها. رابع حاجة تغيّري رقم تليفونِك، ورقم تليفونِك يبقى مع أهل جوزِك بس اللي هُم هيختاروهم 3، 4 كده، رقم تليفونِك ما حدّش ياخده تاني. خامس حاجة تنزلي كل يوم من 5:00 ص ل13:00 إن شاء الله تطلعي تنامي عندِك من 13:00 ل17:00 دول أنتِ ترتاحي فيهم في شقتِك. يعني كل يوم تنزلي بدري عشان خاطر تلحقي تعملي الفطار للي هيصحى واللي ماشي واللي رايح يشتغل واللي بيرضع واللي هتنام واللي وراها عيال وكده، تقدري تقومي بدري تخلّصي اللي وراكِ. تالت حاجة ما تحطيش أكل في شقتِك، هُم حايشين عنِك حاجة، ما تجوعي بالليل أو تقعدي بالليل تعملي ساندوتش، انزلي انزلي تحت اعملي ساندوتش من تحت، إنما إحنا ما بنحطش أكل في شقق حد. وتفصلي التلاجة ما تشغليهاش، وتفصلي البوتاجاز ما تحطيش فيه أنبوبة، وتفصلي كل حاجة ما تحطيش فيها حاجة. ونصيحة مني قبل ما تتجوزي ما تكتريش أوي في العبايات وكده، أنتِ تشوفي لِك عبايتين قدام عند مامتِك أو تشوفي لِك عبايتين قدام كانوا عندِك قبل ما تتجوزي تاخديهم معاكِ، لإن هُم دول اللي هيتصدّروا 24 ساعة مع إسدال كده والّا حاجة. تقولي بقى ده عريان وقطيفة وفرو وبتاع والكلام ده، ما أنتيش هتلبسيه ومش هتشوفيه، لإنِّك هتطلعي أساسًا مش قادرة تتكلمي ولا تلبسي ولا أساسًا كمان فاضية كمان تستحمي. فدي نصيحة مني، وابقي قابليني لو عجبتِ برضه.